بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخواني أعزائي، أسلم عليكم بتحية أطرة، تحية إسلامية، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أيضا نواصل معكم في سلسلة التي قمنا بفعله، وهي سلسلة تتعلم اللغة الفلانية. من هذه السلسلة اليوم إن شاء الله سيكون عندنا درس جديد يتعلق في الضمائر. الضمائر في اللغة الفلانية يمكن أن يكون صعب دراستها، ولكننا سنحاول تبسيطها كل البسط ليحلل للطالب فهمها فهما جيدا. والضمائر في اللغة الفلانية تنقسم إلى قسمين: الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة. هذه الضمائر المتصلة أيضا، أما الضمائر المتصلة هي أيضا تنقسم إلى أقسام. أولا ضمائر الفاعل في الماضي، نقصد بذلك الضمائر التي تحل محل الفاعل يعني عند الإعراب، ولكن في الزمن يكون في الزمن الماضي، لا تأتي هذه الضمائر إلا في الماضي، وهي مي، أ، أو، من، إن، أن، ب. هذه هي الضمائر. مثال عن ذلك: هنكي ميه ذكر. لو لاحظنا سنجد أن مي هنا يعني كلمة ضمير مي هنا يعني يقابل تا في ذهبت باللغة العربية، يعني هنا يهل أو تهل محل الفاعل باللغة الفلانية أو بالعربية. طيب، هندي من يامي، يعني في المثال الثاني هندي من يامي مار إلي، يعني اليوم أكلنا أرز والسمك. هنا لو لاحظنا أيضا سنجد من هنا يقابله نا في فعل أكلنا. والثاني من هذه الضمائر الفاعل أو الرفع في الزمن الحاضر، يعني تحل محل الفاعل وأيضا يكون الزمن دائما في الزمن الحاضر. طيب، هذه الضمائر تسمى ضمائر الفاعل أو ضمائر الزمن الحاضر: ميلو، أدا، أمو، ميلن، إدن، أودن، إبن. وكذلك سترون ما يقابله في السلسلة باللغة العربية. ومثال عن هذه هي: أولا، يعني مثال الأول ملتر دفتر أم، يعني أقرأ كتابي. ثانيا مثال الثاني أدتر دفتر ما. ثالثا أمتر دفتر مكو. رابعا مدنتر دفتر أمن. خامسا أدنتر دفتر من. سادسا أبتر دفتر مب. جيد. وهنا لو لاحظنا جيدا سنجد أن مي هنا، كلمة مي أو ضمير مي هنا ميدو في المثال الأول أنه ملحق فيه بعض الملحقات، لأن في الأول في الضمائر الفاعل التي تأتي دائما في الزمن الماضي كان هناك فقط مي، أ، أو، مي. طيب، وهنا وجدنا أن هناك ما أضيف إلى هذه الضمائر، وهذه الإضافات لا تأتي إلا في الزمن الحاضر، فلذلك نسميه يعني الضمائر في فعل الماضي أو المضارع، عفوا في زمن الحاضر. طيب، أيضا في مثال ضمائر المفعول، نقصد بذلك الضمائر التي تحل محل المفعول، يعني هنا لا ترتبط بالزمن. وهذه الضمائر هي كم، ما، مو، أمن، من، من، ب. طيب، مثال عن ذلك ليحلل أيضا فهمه. مثال الأول: أركي كم دفتر. إذا رأينا هنا كلمة أو ضمير كم هنا هو تحل محل مفعول باللغة الفلانية أو باللغة العربية حتى، لأن لو قرناه باللغة العربية هنا ترجمته يكون أعطاني كتابا، الضميرية هنا يكون محل المفعول. طيب، أركي كم دفتر كم، وكذلك في الأمثلة الباقي. ومثال الثاني: أركي ما دفتر، ثاني هنا ما أركي ما دفتر، ثاني أعطاك كتابا. ثالثا أركي ما دفتر. رابعا أركي أمن دفتر. خامسا أركي من دفتر. سادسا أركي من دفتر. سابعا أركي بدفتر. هنا هذه الضمائر التي ترونه هنا كلها تحل محل المفعول، فلذلك أيضا لاحظوا جيدا إنها ستجدون ما يقابل أو ما هو قريب عن ذلك لكي لا تقعون في الخطأ. طيب،
الضمائر التي تفيد الملكية مثلا هذه الضمائر هي أم ما ماكو من أمن من مبه. طيب هذه الضمائر يعني تفيد الملكية قريبا قليلا عن هذه الضمائر التي ذكرناها آنفا وهي الضمائر المفعول وما يقابله باللغة العربية أيضا موجود في الأساس. ومثال عن ذلك واحد كل الأم تعني قلمي والضمير أم هنا يعني وهنا للملكية يعني تقابله يا في اسم قلمي نقول كل الأم تعني قلمي. مثال الثاني قدما تعني حذاؤك. ثالثا وتماكو تعني قميصه. دفتمن تعني كتبنا هنا. خامسا قال أمن تعني منزلنا هنا. سادسا أيضا دود المون. وسابعا وأخيرا سودو مابي يعني غرفتهم. هذه هي يعني أم ما ماكو من أمن من مابي كلها ضمائر ملكية. طيب والضمائر المنفصلة هذه الضمائر المنفصلة يعني لا تستخدم كثيرا إلا أو غالبا ما تستخدم هذه الضمائر في الأسئلة يعني إنها ضمائر منفصلة يعني لا تتعلق بالأفعال مفهوم. طيب هذه الضمائر وهي مين تارة تأتي يعني للتأكيد أو ما يشابه ما يشبه ذلك. مين آن كانكو إنن منن أنن كمبي. نعم. ومثال عن ذلك وهي هوليان مثلا. هنا للسؤال أقول هوليان تعني من أنت أو إن شئت تقول هولي كانكو هول أنن هول منن هول كمبي يعني أينما كل كما تريده. نعم. والإجابة أيضا يكون بالضمير المنفصل. مثلا نقول مين آدم. إذا سألك الإنسان من أنت تقول من آن أو هو الآن تقول مين تذكر اسمك أو هنا مين آدم مثلا. وهنا ضمير آن هنا من ضمائر المنفصلة. وإذا لاحظنا جدا هنا بالسؤال والإجابة أيضا يكون بالضمائر المنفصلة. طيب وأيضا أرجو أن يكون الدرس هذه الضمائر مفهومة. وهناك ملاحظة مهمة جدا يجب أيضا أن نفهمها. أولا في اللغة البولار ليس هناك فرق بين المذكر والمؤنث. ليس هناك إذا كان مثلا ضمير يعني يساوي فيها المذكر سواء المذكر والمؤنث كلها تقول فقط. مثلا نعم سواء ذكر أو أنثى. طيب وفي مثال ثاني في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والولفية ترى الضمير نحن فيها يحتمل أن يكون يعني مخاطب في الضمير ويحتمل أيضا أن لا يكون فيه. مثلا عندما أقصد بذلك مثل عندما أقول من النعم أو من الجنگ هنا ضمير من هنا أن المخاطب لا يوجد في هذا الضمير. وأما إذا قلت إذن جنگ تعني هنا المخاطب والمخاطب كلاهما موجودين في داخل هذا الضمير نحن. فلذلك اللغة الفلانية يفرق ما بين الضمير هذه الضمائر وأيضا نقطة مهمة جدا. طيب وأما أيضا الملاحظة الثالثة وهي في البولار في اللغة الفلانية يفرق بين الضمير الذي يشترك كما قلنا سابقا يشترك فيه المخاطب والضمير الذي لا يشترك فيه المخاطب. طيب وأرجو أن يكون الدرس مفهوما وأهنيكم وأقول كذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنيان ونكوزي من جود كذا من ما من جنگول هون هسري كان ولا من كذا نفور واو فامري درس إيدين في أن جارام يبلتني من